نعم وسام، عمليا هي زيارة منذ سنوات لم يزر، ربما من قبل الأحداث في سوريا قبل 15 عاما لم يزر رئيس فرنسا في سوريا. هنالك 4 أو 5 ملفات أساسية. في حال تمت الزيارة سوف ترى فرنسا كيف سوف تتعامل معها حكومة دمشق. بداية، الملف الأهم الذي تحمله فرنسا هو حماية الأقليات وضمان عدم تكرار أحداث الساحل ومجازر السويداء، هذه المجازر التي راح ضحيتها آلاف السوريين في الساحل السوري وأيضا في السويداء. لذلك هذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة للأقليات، لأن ماكرون يعتبر نفسه مدافعا عنهم بشكل كبير. إضافة إلى ذلك الإصلاح السياسي والإعلان اليوم عن تكملة أعضاء مجلس الشعب لم يأتي عبثا، بل جاء من قبل زيارة ماكرون حتى يقول له أن هنالك جلسة بدأت قبل زيارتك، وعمليا الإصلاح السياسي نسير به، وكافة مؤسسات الدولة تذهب في الإطار الديمقراطي كما وعدنا، ونحن ننفذ الشروط الأوروبية بحسب الطلب الذي طلبتموه. العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، فرنسا استقبلت مظلوم عبدي قبل أسبوعين تقريبا. هذه الزيارة التي أحدثت ضجة كبيرة في الداخل السوري وأيضا لدى القيادة في دمشق، والتي قالوا على أن مظلوم عبدي ذهب بشكل شخصي، لكن استقبل هناك استقبال الرؤساء، أو استقبل في فرنسا استقبال المسؤولين الكبار. أرادت فرنسا أن تقول للشرع على أنه يوجد هنالك بدائل على الأرض يمكن التعامل معهم، خاصة وأن فرنسا هي عضو في التحالف الدولي وتعاملت مع قوات قسد لسنوات طويلة، خاصة في موضوع مكافحة الإرهاب الذي أيضا سوف يبحثه ماكرون مع الجانب السوري. قسد وفرنسا حاربت داعش لسنوات طويلة. اليوم المطلوب من حكومة دمشق: أين وصلت في محاربة داعش؟ لماذا داعش بدأت تزداد في الأرض السورية؟ العمليات التي تقوم بها داعش اليوم كثيرة. هنالك تمدد لداعش بالوقت الذي تعهد الشرع بالقضاء على داعش وعلى هذا التنظيم، وسلمت له السجون وسلمت له المعتقلات التي كان بها مقاتلي داعش، وسلمت له جغرافيا سوريا في شرقي الفرات. لذلك هنالك إشكالية كبيرة في هذا الملف لم تفعل شيئا اتجاهه حكومة دمشق. إضافة إلى ذلك سوف تبحث موضوع العقوبات الأوروبية التي لا تزال على سوريا، وهذه العقوبات كيفية رفعها، خاصة أن الموضوع الاقتصادي لا يمكن أن يتحرك دون رفع هذه العقوبات. لا يوجد هنالك أعمال، لن يكون هنالك مشاريع في الداخل السوري، لن يكون هنالك فرص استثمار لأحد في الداخل السوري ما دام هنالك لا يوجد هنالك عقوبات، وما دام هنالك لا يوجد أي تنفيذ لما يطلب من حكومة الشرع على الأرض ميدانيا. عمليا هي جولة تفقدية، جولة زيارة يأتي بها بطلبات عديدة سوف يأتي بها ماكرون ليقول للشرع على أنه يجب عليك تنفيذ هذا. إلى أين وصلت في هذا التنفيذ أم لا؟ خاصة وأن فرنسا وباريس تحديدا هي التي يجري بها الحوار السوري الإسرائيلي، هي التي تحمل ملف الجنوب السوري، هي التي تحمل ملف قسد. إضافة إلى ذلك هي التي تحمل ملف البديل الموجود حاليا للشرع، والذي بدأ الإعلام يتحدث عنه كثيرا، وهو جنرال مناف، هو موجود في فرنسا وبدعم فرنسي هو موجود هناك. وأيضا اليوم يزور الأسبوع القادم سوف يزور ماكرون دمشق ويحمل هذه الملفات جميعا. لذلك هذه الزيارة تحمل الكثير بالنسبة للسوريين جميعا، وهي عمليا زيارة تخيف الشرع وتخيف حكومة دمشق، لأنها تحمل الكثير من الضغوطات عليهم. وهنالك يبدو تنازلات كثيرة سوف تكون من حكومة دمشق للمجتمع الأوروبي للغرب حتى تستطيع أن تستمر هذه الحكومة، وحتى تستطيع أن تبقى في سدة الحكم، لأن هنالك إشكاليات كبيرة حدثت خلال الأشهر الماضية. هذه الإشكاليات لم تصلح حتى اليوم حكومة دمشق، ولن تستطيع إصلاحها ما دامت تسير في هذا الطريق. الصحفي من الجولان عاطف فرحات، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه الإحاطة.